النهاردة جاية أتكلم معاكي عن أهم شخص في حياتك، الإنسان اللي حرفيا من غير وجوده حياتك هتقف تماما. ويمكن ده أكتر شخص انتي مش بتهتمي بيه وأحيانا كتير بتنسيه. الشخص المهم ده هو انتي. أحيانا وسط ضغوط الحياة ومطالب الناس حوالينا بننسى نركز على نفسنا ونعتني بيها وبأهدافنا وبأحلامنا. لكن خليني أقولك إن مفيش حد هيديلك قيمة أكتر من نفسك. كلنا بيمر علينا فترات بنحس فيها إننا مشتتين وبنحاول نرضي كل اللي حوالينا ونحقق لهم توقعاتهم، بس هل فكرتي في يوم من الأيام إنك تهتمي بنفسك وتستثمري في ذاتك؟ كل حاجة في حياتك هتتغير للأفضل لما تركزي على تطويرك لنفسك وتحسينك لصحتك النفسية والجسدية، وحتى كمان السعي لتحقيق أحلامك وأهدافك. وده كمان هيساعدك إنك تعيشي حياة أفضل، ومش كده وبس، لأ ده هتكوني كمان مصدر للإلهام لكل الناس اللي حواليكي. وفي الفيديو ده هقولك على خطوات عملية وبسيطة تخليكي تركزي على نفسك من غير تأنيب ضمير أو تردد، لأنك فعلا تستاهلي كل الحب والاهتمام. خليني أقولك إن أول حاجة تخليكي ما تركزيش على نفسك هي إنك تركزي على اللي حواليكي. وطبعا لما تركزي على الناس حواليكي تلقائيا هتبدأي تقارني نفسك بيهم وبحياتهم، وهتبقي شاغلة بالك بفلانة راحت فين وجات منين وعملت ايه وايه الإنجازات اللي هي عملتها في حياتها. ولو حققت إنجازات في حياتها ده هيخليكي طبعا تحسي بالإحباط، لأنك قاعدة بتتفرجي عليها وبتقارني ومش بتنجزي حاجة في حياتك. أو إنك مثلا بتتابعي حد على السوشيال ميديا وبدأتي برضو تقارني حياتك بيهم وتبقي شايفة إن حياتهم مثالية ومفيش فيها ولا غلطة. بس الحقيقة إن كل ده بيخليكي تفقدي الثقة في نفسك. والحقيقة إن الحل هنا هو إنك تبدأي تركزي على نفسك، وبدل ما تكون نظرتك وعينك متوجهة لبره على طول وعلى الناس، لا خلي عينك تشوفك انتي الأول، وبدل ما تشوف إنجازات الناس ونجاحاتهم تشوف إنجازاتك انتي ونجاحاتك. حتى لو كانت نجاحاتك حاجات بسيطة لازم تذكري نفسك دايما إن كل واحد فينا عنده رحلته الخاصة بيه. وبالمناسبة الرحلة دي مش شبه رحلتك تماما ولا حتى مناسبة ليكي ولا لاحتياجاتك، وده هيخليكي تحسي بشعور أحسن تجاه نفسك. تاني حاجة افتكري انك أولوية، بمعنى ان الاعتناء بنفسك مش رفاهية، بالعكس ده ضرورة وضرورة قصوى كمان، لانك طول ما انتي كويسة هتقدري تتعاملي في الحياة ومع الناس بثقة وثبات وقوة. وعلى العكس تماما لما تكوني مش واثقة من نفسك وضعيفة ومش بتعتني بنفسك مش هتقدري تواجهي اي حاجة. وخلي بالك الحياة محتاجة قوة، الحياة والدنيا مفيش فيها مكان للضعفاء. فعلشان كده سر قوتك بيبدأ دايما من نفسك. خليكي قوية واهتمي بنفسك في كل جوانب حياتك، سواء نفسيا أو جسديا أو صحيا أو عقليا. أنا زمان كنت أوقات كتير بحس إن الإنجازات الكبيرة هي بس اللي تستحق الاحتفال، بس بعدين فهمت إن الإنجازات الصغيرة هي أصلا اللي بتؤدي للإنجازات الكبيرة، وإني لو ما احتفلتش بالإنجازات الصغيرة وشجعت نفسي عليها مش هقدر أكمل أو أوصل للاحتفال بالإنجازات الكبيرة. مهما كان إنجازك بسيط خدي لحظة تقدير لنفسك وتقدير لذاتك على المجهود اللي عملتيه، حتى لو كانت المكافأة بتاعتك بسيطة زي مثلا فنجان قهوة أو فيلم بتحبي تتفرجي عليه أو هواية زي الرسم مثلا. ده هيعزز ثقتك في نفسك وهيحفزك إنك تحققي إنجازات أكتر وأكبر كمان مهم قوي إنك تتخلصي من العلاقات السامة وتبعدي عن الأشخاص اللي بيستهلكوا طاقتك أو بيقللوا من قيمتك. لما هيكون في حياتك أشخاص بتستهين بأفكارك وبتحبطك ده هيخليكي تحسي بعدم التقدير لذاتك، وفي كل مرة هتتعاملي مع الناس دي هتحسي إنك مضغوطة. فالناس دي بالذات لازم تاخدي خطوة لورا وتحطي حدود بينك وبينهم، وقتها هتحسي براحة نفسية كبيرة وهتقدري تركزي على نفسك وعلى تطويرك لذاتك. وحاولي على قد ما تقدري تخصصي وقت لنفسك كل أسبوع، خلي فيه في كل أسبوع كده يوم راحة بتعملي فيه حاجات انت بتحبيها، حتى لو مش هتعملي حاجة وهتسترخي بس أو هتتفرجي على حاجة بتحبيها أو مثلا هتعتني ببشرتك أو بشعرك. أنا عن نفسي كل يوم جمعة بالليل بيكون ده الوقت الخاص بتاعي، بقرأ كتب بحبها أو روايات أو أهتم ببشرتي أو بشعري. كتير من الأوقات الوقت الصغير اللي بتاخديه لنفسك ده بيحسسك براحة وبيخلي طاقتك تتشحن لبداية الأسبوع الجديد. ومن الحاجات اللي هتفرق معاكي جدا وهتريح نفسيتك هي إنك تتخلصي من أي فوضى حواليكي. حاولي تخلي المكان على طول حواليكي منظم على قد ما تقدري، وتتخلصي من كل الحاجات المكركبة اللي ملهاش لازمة، لأنها بتدي طاقة سلبية في المكان وهتحسسك بالكسل والخمول. خلي كل حاجة حواليكي مفيش فيها كركبة، سواء كان مكتبك أو غرفتك أو حتى تليفونك. شيلي كل الحاجات اللي ملهاش لازمة أو نظمي المكان اللي حواليكي. المكان المنظم هيخليكي تحسي بالراحة والهدوء، وده طبعا هينعكس عليكي وعلى نفسيتك وعلى مودك، وده عن تجربة شخصية، جربوه ومش هتندموا. في تمرين كمان بسيط بيفرق جدا، هو انك كل يوم تعودي نفسك انك تبدأي يومك او تنهيه بكتابة 3 حاجات انت حاسة فعلا بالامتنان لوجودهم ومقدرة نعمة وجودهم، واحمدي ربنا عليهم. التمرين ده هيساعدك انك تشوفي الجوانب الإيجابية في حياتك حتى لو في وسط التحديات والصعوبات. أنا في فترة في حياتي عدت عليا كانت من أصعب الفترات، كنت كل يوم بكتب 3 نعم أنا ممتنة ليهم، حتى لو كانت حاجات بسيطة زي مثلا كلمة حلوة حد قالها لي أو فنجان قهوة أو ضحكة من القلب أو أي حاجة غيرهم، المهم حاجة أكون أنا حاسة بالامتنان ليها.
التمرين ده فعلا في الأوقات الصعبة بالذات بيخفف كتير وبيهون الأزمات، وزي ما قلتلك قبل كده هيخليكي تشوفي زوايا إيجابية في حياتك يمكن تكوني كمان أول مرة تاخدي بالك من وجودها أساسا. كمان خلي عندك وقت دايما تستثمري فيه في تطوير ذاتك، لازم يكون عندك وقت تتعلمي فيه حاجات جديدة أو تقرأي فيه كتاب جديد أو تنمي مهارة جديدة أو حتى تشوفي فيديو تعليمي وهكذا. وكمان لو عندك هوايات محتاجة تنميها كل ده هيساعدك إنك تركزي على نفسك أكتر وتركزي في حياتك أكتر، ده غير بقى إنه هيحسن حالتك المزاجية والنفسية وهتحسي بالثقة في نفسك وهيرتفع تقديرك لذاتك. كمان لازم تهتمي بصحتك الجسدية والنفسية والعقلية، واللي هيساعدك في كل ده هي الرياضة، حتى لو كانت حاجة بسيطة زي المشي. خلي فيه وقت للتأمل ولتصفية ذهنك والتخفيف من التوتر. أنا عن نفسي دايما كنت بهمل الرياضة وأفكر إنها حاجة مش مهمة وأفضل أقول النهاردة هبدأ لأ بكرة هبدأ، وأفضل أجل وأسوف كتير. بس بعد التجربة صدقوني في فرق كبير جدا، هتلاحظي كل ده في طاقتك وفي مزاجك حتى في تركيزك في شغلك، كل ده هيبقى أحسن بكتير. عموما الصحة الجسدية ما نقدرش نستهين بيها أبدا، خليكي فاكرة ده كويس. ومن الحاجات المهمة أوي كمان هي إنك تتعلمي تقولي لأ بس بذكاء، يعني ما تقوليش لأ أو ما ترفضيش أي حاجة لمبدأ إنك تقولي لأ وخلاص، لأ لازم تتعلمي تقولي لأ في الأوقات المناسبة. اتعلمي ترفضي الطلبات أو الالتزامات اللي بتستنزف طاقتك ووقتك بدون فايدة، وافتكري دايما إنك لما بتحطي حدود ده مش معناه أبدا إنك أنانية، بالعكس ده احترام لذاتك أو احترام لنفسك. أنا كان في فترة في حياتي كنت بقول طيب وماشي فيها على أي حاجة، لأي طلب بقى سواء من أصحابي سواء حد من العيلة، أي حد كان بيقولي على حاجة كنت بقول حاضر وماشي، وده دايما كان بيحسسني بالضغط والتعب والإرهاق. لكن لما بدأت أقول لأ للحاجات اللي هي مش بتخدم أهدافي اكتشفت إن وقتي بقى ملكي وبقيت أقدر أركز فعلا على الحاجات اللي تهمني والحاجات اللي أنا عايزاها. كمان من الحاجات المهمة قوي إنك تخلي عندك روتين يومي، حاولي كل يوم الصبح كده تاخدي شوية وقت لنفسك حتى لو 10 دقايق تخططي فيهم ليومك وتكتبي فيهم المهام اليومية المطلوبة منك. أنا كنت دايما بحاول أعمل كل حاجة في وقت واحد زي ترتيب البيت مثلا ومساعدة أهلي، تحقيق أهدافي، ما كنتش بحط وقت محدد لكل حاجة. لقيت إن في الآخر مضغوطة وتايهة وحاسة إني مشغولة بس على أرض الواقع مفيش أي إنجازات حقيقية لأني كنت ماشية بعشوائية. بس لما قررت إن أكتب أولوياتي على ورقة وأحدد 3 أهداف صغيرة بس كل يوم وأركز عليهم كويس في كل يوم حسيت بفرق كبير وكل حاجة بقت أوضح وبقت أحسن وحسيت بالإنجاز. وبكده بعد ما تعملي الخطوات دي كلها هتلاقي إن وقتك وتركيزك بقى كله متوجه داخل حياتك وعلى نفسك، وهتقدري في الوقت ده تركزي على نفسك بس، ما تركزيش على أي حاجة بره أو ما تركزيش على أي حد تاني خارج حياتك، تركزي على نفسك وبس. بس كده ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إنكم تكونوا استفدتم واستمتعتم كمان، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.